اللي وراها الخانة السادسة هي الميزة التنافسية. أنا كلش هواية مركز على هاي الميزة التنافسية، وحتى عندي مقطع قلت أنه إذا أنت ما عندك ميزة تنافسية للمنتج مالتك فإنه تعزل أحسن لك. الميزة التنافسية اللي هو أساس تأسيس المشروع، ليش الناس لازم يشترون من عندي هاي البضاعة وما يشترون من غيري. فالميزة التنافسية هي ميزة اللي أن الميزة النسبية، أوكي، اللي المنافس مالتك ما يقدر ينافسك لا بالسرعة لا بالرخص لا بالسهولة، اوكي. وشرحت بالانستغرام اصلا عندي مقطع على هذا الشيء. قلت السهولة يعني اني مسهل بطريقة الاوردر، اوكي، مسوي لي في التطبيق الشخص يجي يضغط على كم كبسة، اوكي، ويقدر يختار له وجبة الاكل، والوجبة الاكل توصل له بدون ما انه يخابر، بدون ما انه. الميزة التنافسية هي أنا جاي أقول لك واحدة من هاي الآيتمات، يعني إما السهولة إما السرعة إما الرخص، أوكي. يعني أنا الجودة مالتي، جودة المنتج مالتي جودة عالية، أوكي. فالمنافس مالتي ما يقدر بسهولة يوصل الجودة اللي أنا وصلتها، أو ما يقدر يوصل بالسعر اللي أنا موصلها على الجودة اللي جاي أعرضها. فأنت لازم تلقى لك ميزة تنافسية للمنتج مالتك. مثلا الميزة التنافسية مرات هو التغليف الحلو، أوكي. الميزة التنافسية مثلا الناس كلهم جاي هم نرجع على الماركرزات، كلهم دا يجيبون كيلوات، أنا أجي أسوي لي ظروف حلو مرتب، أوكي، وصغير على قد وجبة واحدة، أوكي. أقدر هاي تصير نوعا ميزة تنافسية أو نوعية التغليف. الميزة التنافسية حالة إذا تتذكر أنا مرة من المرات عرفت على بيج اسمه worldmeters.info، أوكي، بيها كلها أعداد وأرقام، أوكي. فإنه أنت العالم كله جاي يتغير، فالميزة التنافسية هم لازم تتغير. أحد من أسباب إنه أنا أقول لك لازم كل 3 أشهر أنت تنتبه على الميشن مالتك ولازم تغير بيه. واحدة من الشغلات اللي لازم تركز عليها هي الميزة التنافسية، لكأنه الميزة التنافسية مرات لفترة زمنية، اوكي، لفتره زمنيه كانت هي هاي الميزه التنافسيه، بس هسه حاليا مو الميزه التنافسيه، ما تعتبر ميزه تنافسيه بالنسبه لك، اوكي. او الميزه التنافسيه تكون لفئه معينه. شلون يعني لفئه معينه؟ انا هسه اقول لك، انا اريد اسالك سؤال. شايف البراند تويوتا، اوكي. تويوتا تاسست 1900 ويمكن 46 45، اوكي. هسه احنا يا سنه 2022، فالبراند تويوتا انت تسمعها، اول سياره اللي صنعتها شنو كانت؟ اعتقد مو سياره، ماكينه خياطه الى سيارات مختلفه. هاي الشركه بلشت، اوكي، ومنقط برغم انه هوايه مدراء غيرت بشركه تويوتا، بس تويوتا هي بقت. ليش؟ لان عندها ميزه تنافسيه بين فتره وفتره. هسه انا من اقول لك التويوتا انت ايش تتذكر انه كفاءه كلش قويه، ما تعطل السيارات، صحيح. دهن وبنزين ومثلا ديسكات بس، اوكي. من اجيب لك طاري بس اكو فد شيء معين، من اجيب لك طاري التويوتا تقول هاي سياره ماشيه، اوكي، اللي كي ما بيها اوبشنات كلش هوايه. فانه هسه تويوتا سوت سياره لفئه معينه، اوكي. الناس اللي ما يدورون ما يريدون انهم سياراتهم يودوها للتصليح كل فتره وفتره، ما يهمهم الشكل، اوكي، صح. يقولون عليه ياباني، اوكي. هسه تويوتا قامت غيرت شويه، قامت تسوي سيارات مختلفه. مثلا البراند اللاكتشري مالتها اللكسس، اوكي، سوت بيها اشكال حلوه، خلت بيها اوبشنات هوايه. اجت فئة اللي قامت تشتري هاي السيارة، عرفت شلون؟ من أقول لك فئة معينة، يعني أنت مرات إنه ممكن تسوي لك ميزة تنافسية اللي بس جمهور خاص، لأن أنت ما يهمك الآخرين، أنت تريد بس يعني ترضي الذولا، تستهدف الذولا بالضبط. جبناها على تويوتا، نشوف مثلا أريد أعرف مثلا يعني يصير تنوع بالشركات، مثلا أمازون شنو الميزة؟ مثلا أمازون بالبداية، يعني بداية كورونا هي انفجرت. ليش؟ لكأنه الناس كلها بالبيت ما تطلع برا، وبكل سهولة تقدر تسوي لها، تحدد لها المكان والمنتج يجي لهم. هم التقنية الميزة التنافسية كانت عندهم السرعة. بس آخر خطاب اللي سوى جيف بيزوس قال إذا إحنا كأمازون نريد نستمر على هاي الخطة، فإحنا بعد كم سنة راح ننتهي. فهسه قاموا يبيعون كلاود، أوكي، صح. راح يبيعون كلاود لأن يغيرون ميزات التنافسية مالتهم بين فترة وفترة تتغير، صح. أو مثلا الماكدونالدز بالبداية الميزة التنافسية مالتهم شنو كانت؟ أنا أسوي لك وجبة سريعة بسعر رخيص. بس أنا أريد أقول لك
هسه احنا مطاعم اللي موجوده ببغداد بالعراق او بغير دول، ماكو مطاعم ارخص من ماكدونالدز؟ اكو هواي، اكو اطيب من ماكدونالدز؟ احتمال اطيب، اكو اطيب بهوايه أي. مطاعم الشعبيه. هسه الميزه التنافسيه مال ماكدونالدز شنو هي بالنسبه يعني مقارنه بالمطاعم الاخرى؟ ماكدونالدز عندها شيء اسمه همبرجر يونيفرسيتي، هي الوحيده اللي عندها جامعه في مجال الطبخ وخاصه إلها جرولوجي. يعني يقول لك انت جاي هنا، انا جاي دا اربي ستاف، اوكي، انا اربي ستاف لباقي المطاعم اللي موجوده، لباقي الشركات اللي موجوده، اوكي، وشهادتي معتبر. فهذا الميزه التنافسيه هسه حاليا مال ماكدونالدز. والا انه انت مو من الممكن انه يعني انا بالنسبه لي، اوكي، كل ما اسافر اي دوله عادة اروح اكل لي فالشغله من ماكدونالدز، مثلا ايس كريم كل فتره وفتره. هسه جابوا العصائر الساخنه مالتهم، فهسه ماكدونالدز كل فتره وفتره جاي تنزل لها فد ايتم جديد. مثلا انت هسه نزلت بها عصائر، نزلت بها معجنات، بعض المعجنات الخاصه، نزلت بها المشروبات الساخنه، اوكي. هذا التنوع هاي جاي تولد الميزه التنافسيه. زين هسه احنا جبنا شركات هواي وشفنا الميزه التنافسيه، جبناها على تسلا وراوتني اياها بالبحث. تسلا جاي يسوي شغلات مو طبيعيه، وين تريد توصل يعني بهاي الميزه تنافسيه بس ينافس نفسه جاي اشوفه؟ تسلا مرات انت تصنع لك ميزه تنافسيه بس بالمستقبل. انا بس راح انطيك تخطيط، فكر بيها. هسه هي عندها منصه بالسوشيال ميديا، منصه قويه، اوكي، تويتر. عندها سيارات كهربائيه اللي نجحت وصارت هسه الرانكينج العالمي هم اللي هي تسلا. عندها اقمار اصطناعيه، وهي اصلا بلشت الشركه مالتها على حساب انه ترسل او تصير نقله للهيومانيتي او للبشريه، ينقلهم للقمر. اوكي، هو اصلا كانت بالبدايه هذا الشيء، بعدين تحول الموضوع انه لا، انا جاي اخلي اقمار اصطناعيه واستخدم الانترنت الاقمار الاصطناعيه. قبل فتره حكى عن موضوع الموبايل. انا بس اريد اقول لك تخيل الموضوع، اذا انت عندك موبايل ياخذ الانترنت مثلا مجانا او بشيء كلش بسيط من اقمار اصطناعيه، وانت حتى لو تحت الارض، انت حتى لو بالجبل، انت لو حتى اي مكان تقدر توصل لك الانترنت، ما يحتاج لك بعد السيم كارد، سيارتك تنفتح بداخل الموبايل، المنصة التويتر هي تكون مجانا لك وتقدر تنشر بها اي شيء، اوكي. واي ميزات اخرى وانت عندك هيك موبايل، انت بعد تقلب الابل. هسه انا جاي احكي لك تخيل، اوكي، تخيل انه شركه عندها منصه بالسوشيال ميديا، يعني عندها ميديا، اوكي، وعندها الاقمار الاصطناعيه، عندها انترنت، وعندها تليفون، وعندها سيارة كهربائية، وهي جايدة تحكي بالبيئة، اوكي. ليش البيئة؟ بالخانات القادمة راح اقول لك شو السالفة، اوكي. كل هاي جايدة تحكيها وتقول لك يابا انا اعرض لك موبايل بحيث موبايل بطاريته كذا، مثلا انترنته هو مجانا، التويتر انت تقدر تشتغل. احد بعد يقلب الابل؟ لا. احد يقلب سامسونج؟ خلاص انت احتكرت السوق، اخذت السوق. مرات انه انت لازم تفكر بالمستقبل، شنو الميزه التنافسيه اللي انت تخلي، شنو البلان بي مالتك بالمستقبل، اوكي. لازم عندك تخطيط. اذا اليوم هاي الميزه التنافسيه مالتك واحد بسهولتك قدر يحصلها، زين شنو البلان بي مالتك؟ وين تريد توصل؟ شلون تريد تعرض منتجك؟ اوكي، لازم تخلق لك ميزه تنافسيه. زين هسه خلصنا ميزه تنافسيه عندنا وعرفنا السوق وهاي الامور كلها رتبناها، من نجيب فلوس؟ شنو مصادر التمويل مالتنا؟ انت سبقتني بهاي هاي كلها ببالي يعني. لكي انه احنا هسه دخلنا بالخانه السابعه. يمكن تكلفه الشحن كذا، شنو السبب؟ تدري شنو الاجابه كانت مالته؟